ما غنكذبوش على روسنا، انا قلتها منذ قليل في المؤتمر الصحفي. يمكن المباراه اليوم كان فيها شوطين مختلفين. الشوط الاول كان الفريق الوداد البيضاوي اللي ضغط علينا بشكل كبير، لكن الحمد لله لاعبين كما التعليمات اللي عطيناهم اننا ما نغامروش في الهجوم، نحاولوا نركلوا ماشي للدفاع، نديروا واحد الدفاع اللي هو وسط ونكونوا قراب لبعضياتنا. الحمد لله كانوا تفوقنا في الشوط الاول من الناحيه الدفاعيه. فريق الوداد كانت الخطوره ديالو في الشوط الاول من الكرات الثابته فقط، ولكن ما وصلوش ما شكلوش خطوره في اللاعب ديالهم، لان الفريق شباب محمديه كان متماسك اليوم دفاعيا وفي خط الوسط كذلك. بعد الطرد ديال الداودي بكل صراحه تغير مجرى المقابله كما شفتوا في اخر 10 دقائق فاش تطرد. استطعنا باش نوصلوا للمرمى ديال يوسف مطيع. جاتنا ركنيه في الشوط الثاني كذلك اللي سهلنا المباراه ان الهدف جاء مبكرا في الدقائق الاولى تاع الشوط الثاني من بعد مجهود فردي من اللاعب مروان زيلا اللي كنهنئوا بهذه المناسبه، لان مروان من لاعبين الركائز تاع شباب محمديه وكانت عنده اصابه اللي خلاته ابتعد عن الملاعب. فهذا الهدف ان شاء الله غنتمنى باش يرجع المستوى ديالو، وان شاء الله غنحاولوا نعتمدوا عليه في باقي المباريات. فهذاك الهدف تاع مروان سهل علينا امور كثيره، بالاضافه للطرد ديال الداودي استطعنا باش نعتمدوا من بعد الهدف الاول على الهجومات المرتده السريعه. استطعنا دخلنا اشاران اللي هو مهاجم سريع وخرجنا النخلي كنا كنعتمدوا عليه كراس حربه، يعني نحاولوا نلعبوا نابويو عليه كمهاجم او نعتمدوا عليه في ضربات ثابته. فاشاران قدم واحد الاضافه اللي هي كان لها دور كبير في تسجيل الهدف الثاني من بعد ما لعب الكره لزيلا. بكل صراحه زيلا كان نجم المباراه اليوم، سجل هدف رائع وقدم اسيست، استطعنا باش نسجلوا الهدف الثاني. الوداد من بعد ذلك بان لك ان تائه في الملعب، قدرنا نحتفظوا على الكره اكثر من الوداد ونمتصوا يعني الغضب ديال فريق الوداد وديال الجماهير الوداديه اللي اليوم شفناها كانت متحمسه خصوصا بعد الهزيمه امام الجيش الملكي. لكن الحمد لله قدمنا مباراه كبيره بكل صراحه خصوصا في الشوط الثاني. كنهنئ لاعبين شباب محمديه مره ثانيه، لان هذا الفوز هذا غيعطينا واحد الدفعه كبيره ان شاء الله، خصوصا بعد الهزيمه تاع اسفي اللي كانت في الميدان ديالنا. فالحمد لله 3 نقاط يعني غتساعدنا كثير في باقي المباريات ان شاء الله. الميركاتو كاين شي لعابه فغنحاولوا ان شاء الله لحد الساعه ما غنقولش لك، لان ما كاينش شي لاعب اللي كيتمرن معنا او غنحاولوا نستقطبوه، لكن غنحاولوا ان شاء الله نجلسوا مع السي هشام ايتمنا ونعطيوه ان شاء الله الطموحات ديالنا واللاعبين خصوصا المراكز اللي محتاجين فيها. كذلك كاين بعض اللاعبين اللي خاصهم يغادروا الفريق، لان باش نقدروا نسجلوا لاعبين جدد لازم لاعبين اخرين يغادروا الفريق. غتكون جلسه مع السي هشام ايتمنا ان شاء الله غنناقشوا في هذا الموضوع.